تعالوا كده يا حلوين، من الساعة 4 الفجر. تمام، دلوقتي الساعة 4 الفجر، انا صاحية عشان احضر وجبة السحور بتاعتي. لو انتوا متعرفوش، انا قايله لكم قبل كده ان انا الايام دي بصوم تقريبا يوم ويوم لا، عشان خاطر انا عليا ايام من رمضان اللي فات، رمضان كله ما صمتوش يعني، بسبب ان انا كنت برضع وكانت الدكتوره منعيني من الصيام. فانا دلوقتي بحاول ان انا اعوض الايام دي. طبعا يعني ما شاء الله صمت حوالي 6 ايام بس، ده اليوم السابع بس، يعني ان شاء الله هنكمل ولسه قدامنا وقت يعني عشان الحق. بالنسبه للسحور، فانا طبعا بما ان احنا خلاص بدأنا دايت، او مش دايت يعني اكل صحي، فانا عامه هعمل سحور يكون مشبع وفي نفس الوقت هو ضمن السعرات بتاعتنا، ويعني مكوناته الى حد ما صحيه ومتوازنه، بحيث ان انا ايه ما جوعش بسرعه، واقدر ان انا استحمل لحد نص اليوم مثلا او حاجه. طبعا سالت شات جي بي تي صديقي الصدوق الفتره دي في الحساب السعرات والحاجات دي، بصراحه اسهل من البرامج بكتير، الابليكيشنز اللي هي بتحسب سعرات وكده. فهو اللي قال لي على كل حاجه بالوزن. تمام، فهنعمل كل حاجه بالوزن حسب احتياجات جسمي. طبعا ممكن تختلف حسب كل شخص، ممكن تكلموا شات جي بي تي تسالوه، بجد هو يعني بيساعد جدا جدا في الموضوع ده. طبعا بصوا معايا كده، الشباك بيقول ان احنا الساعة مثلا 7 الصبح، بس يا جماعة عملوا حاجة جديدة عندنا، ان هما عاملين كشاف يعني عند شباك مطبخي بالظبط، والكشاف هنا عند شباك المطبخ بالظبط. فما شاء الله يعني نهار وليل الدنيا منورة بالشكل ده. حرفيا احنا لازم نقفل الستاير عشان نحس ان احنا بالليل يعني. تمام، فيلا بينا نبدأ بقى في السحور، وشوفوا بقى هعمل ايه معاكم. بصي يا حلوين، السحور هيكون عبارة عن 40 جرام شوفان. تمام، وهحط عليه يعني ميكس كده شوية حاجات، بس طبعا في البداية خالص بنحط مية، عشان انا اصلا هستخدم لبن بودرة. ممكن لو هتستخدموا لبن عادي ما تحطوش مية بس، او ممكن مية بس كمان لو عايزين تقللوا سعرات قوي. بس انا طبعا بحبه باللبن بصراحة، بيبقى طعمه احلى بكتير. فحطيت اللبن وهقلبه كده شوية مع المية. وكمان زي ما شفتوا قبل كده ان انا كنت حاطه اوريدي تمر. عايزه اقول لكم طبعا ان الحاجات دي كلها مع بعض المفروض ان هي تدخل الميكروويف عشان خاطر الشوفان يدوب كده مع باقي الحاجه، واحط عليه زبده فول سوداني والشوكولاته اللي هي الهيلثي سبريد. وكمان هحط بروتين باودر. اوكي، بصوا يا حلوين، انا سبت الشوفان يبرد على الاخر، لانه عايزه احط عليه بروتين، والبروتين ما ينفعش يتحط وهو سخن. فانا طبعا حطيته في الميكرويف الاول زي ما قلت لكم، وبعد كده سبته يبرد. حطيت معاه التمر عشان عايزه التمر يطرى شويه، بس يعني هو لسه ناشف. يلا اتس اوكي. هحط كمان عليه موز عشان يعني يديني طاقة كده. يعني تخيلوا بقى يبقى في مثلا دارك شوكليت او شوكليت دايت ماشي، وموز وزبدة فول سوداني وبروتين والياف ونشويات، كل حاجة ممكن تتخيلوها في وجبة واحدة ان شاء الله هتبقى مشبعة. انا متفائلة لو الموضوع نجح هقول لكم عليها، هتنفعنا ان شاء الله في رمضان. و يعني او حتى اي حد مثلا بيفطر او كده هيبقى حلو قوي لو شبعته فترة طويلة يعني.
بس كده يا جماعه الطبق بتاعنا جاهز زي ما انتم شايفين. يعني مفروض ان هو يكون سحور مشبع، اتمنى صراحه هو طبق واحد كده وان شاء الله كده نشبع كويس ويبقى يوم خفيف باذن الله. تعالوا كده نتسحر مع بعض. عايزه اقول لكم انه طبعا كله نايم، مفيش غيري صاحيه، بس اتس اوكي يعني من حقهم يناموا دلوقتي، لان انا رمضان اللي فات مش متخيلين كنت مبسوطه ازاي ان انا فتره. يعني كنت طبعا زعلانه ان انا يعني عارفه الموضوع هيبقى تقيل عليا ومش عارفه اعيش اجواء رمضان قوي معاهم، بس مكنتش كويسه خالص ان انا اصوم الصراحه. يعني موضوع الرضاعه ده كان بيخليني بجوع بسرعه جدا وبفرهد بسرعه جدا. يلا الحمد لله يعني هي ايام وعدت. عارفين من رحمه ربنا بينا ان هو ما بيخليناش نفتكر قوي تفاصيل الحاجات اللي هي بتضايقنا، يعني بتحس ان هي فتره وعدت يعني. فانا دلوقتي مش قادره افتكر والله تفاصيل دقيقه، تمام. بس يعني الحاجه الوحيده اللي انا بفتكرها ان انا تعبت قوي 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 عشان خاطر اوصل للمرحله دي. فمش زعلانه من نفسي ان انا تخنت او ان انا جسمي اتغير او كده، لانه التحدي اللي انا كنت بمر بيه ما كانش سهل ابدا. يعني فكره ان انتوا تكبروا بيبي من الصفر معتمد عليكم، وانتوا طبعا احنا طبعا جيلنا دلوقتي يعتبر لوحده، مش بنتلقى مساعدات هايله يعني من اللي حوالينا. اغلبنا بيحب يعتمد على نفسه، اغلبنا بيبقى يحس بتأنيب ضمير لو ان هو اصلا لقى حد يساعده. يعني تخيلوا حتى ممكن تبقى واحده عندها فرصه ان حد يساعدها وتحس بتأنيب ضمير انه لا ازاي انا سايبه ابني مثلا حد ينام بيه او حد كده. والله يعني كنت بحاول دايما افكر نفسي ان انا يعني مرفضش اي مساعده من حد، عشان يعني برضو لنفسك عليك حق. يعني فعلا انا كنت الفتره دي كانت صعبه جدا جدا عليا، فبس ستيل انه غصبا عن الواحد بيفضل دايما في دوامه تأنيب الضمير يعني. فالحمد لله ان هي فتره وعدت، وان شاء الله يا رب يا رب يكبر اكتر كده واشوفه باذن الله عريس والواحد يرتاح بقى يرتاح حقيقي. لان فعلا الامومه مش حاجه سهله ابدا، ولكن وانس ان انتوا خلاص يعني ان انتوا بقيتوا يا عيني دخلتوا فيها خلاص بتبقى حاجه. يعني انا عمري ما اتمنى ان انا ارجع تاني مش خالص. عارفين اللي هو ما تخيلش حياتي ان انا مش ولكن ببقى نفسي افصل شويه، فاهمين يعني خلاص اللي هو. وفي اوقات كمان لما اشوف حد مثلا سنجل بستغرب اللي هو انتوا ازاي عايشين كده وما عندكوش حته منكم موجود على وش الارض، فاهم؟ مش عارفه، مع اني انا نفسي كنت زيهم. يعني انا مش بتكلم على ان انا سنجل، لا كمان بتكلم على ان انا كنت متجوزه وكنت رافضه موضوع الخلفه بسرعه، فاهمين؟ بس دلوقتي لما جربت اللي هو الحياه من غيرهم بصراحه ما تتعش. ربنا يا رب يا رب يحفظهم ويخليهم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. ولو يعني في حد بيتابعني عنده مشاكل في الموضوع ده، فيعني احب اقول لكم استمتعوا باللحظه اللي انتوا فيها، يعني لانه فعلا الاوقات دي ما بترجعش. زي ما قلت لكم انتوا وانس ربنا يكرمكم باذن الله وتبقوا امهات، مش هتعرفوا ترجعوا تاني للفتره اللي هي قبل كده مهما حاولتوا. خلاص بتبقى النفسيه اتغيرت تماما، بيبقى في قلق ملازم الام على طول، بيبقى في قلق على طول ملازمكم. بتبقوا خلاص بقى اللي هو انتوا بتفكروا في حد تاني غير نفسكم. عمرك ما هترجعي سنجل تاني. هو شعور حلو على فكرة ان انت تبقي مهتمية بنفسك وان انت تبقي انت رقم واحد في حياتك، هو شعور جميل. ولكن يعني هي كل مرحلة وليها حلاوتها زي ما بيقولوا. لكن هي كل مرحله وليها حلاوتها، فانت استمتعي بالوقت الحلو اللي انت فيه دلوقتي، ولما تبقي ان شاء الله هتستمتعي برضه بالوقت الحلو وانت تمام. وكل وقت بيبقى ليه عيوب وليه مميزاته يعني، فاهمين؟ تعالوا كده مع بعض نقلب شويه في اليوتيوب. عايزه اقول لكم ان انا الايام دي بتابع اي حد بيعمل دايت بحب احوط نفسي بالناس اللي هي عندها نفس اهدافي. بحس ان ده بيشجعنا اكتر بكتير عن تجربه. لما تحوطوا نفسكم بناس عندها نفس اهدافكم وبتعمل نفس اللي انتوا بتعملوه، بتلاقوا نفسكم بتخلقوا لنفسكم بيئه ايجابيه من غير ما تخرجوا من البيت حتى. يعني مش شرط يبقى عندك صحاب نفس التفكير او كده. الحمد لله النت دلوقتي بقى يعني موفر لنا الميزه دي ان انتوا تقدروا تحوطوا نفسكم بالبيئه المناسبه من غير ما تخرجوا من البيت اصلا. سامعين يا جماعه؟
الفجر بيأذن وانا لسه مخلصتش. انا بهزر معاكم لانه ده الاذان الاول، معرفش اذا كان ده موجود في مصر كلها ولا عندنا في اسكندريه بس هما بيأذنوا اذان اول واذان تاني. انا كنت فاكره ان ده في رمضان فقط، لكن اتضح ان هو بيعملوه طول السنه يعني. تمام. وده بيتعمل على طول مش في رمضان بس، يعني لو هو في رمضان بس بحس ان هو منطقي اكتر، لا بس هما بيعملوه طول السنه، اذان اول واذان تاني. نفسي اعرف ايه الفكره من كده نفسي افهم. بس عامة يعني انا في الاول اتخضيت لما سمعت صوت الاذان، بس بصيت على الابليكيشن بتاع الصلاة لقيت انه لا، لسه نص ساعة على الاذان الحقيقي يعني. فاخلص بقى سحوري على وهحاول ان انا اعمل نفسي مش سامعة وخلاص موترني جدا الصراحة. وبكده انا مضطره اصدمكم واقول لكم انه الفيديو بتاعنا خلص النهارده. انا عارفه ان هو فيديو قصير بعد غياب طويل، ولكن انا محضره لكم ان شاء الله مفاجاه حلوه. الفيديو الجاي باذن الله هيكون مناسبه لطيفه جدا، وهوريكم تحضيراتي ليها من الاول للاخر باذن الله. فاستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا باي باي.